بصراحة كده هي ما بتحلوش غير في الشتاء. النهاردة هقولك ازاي تعملي احلى طواجن ام علي بالكريمة، واخدة لون التحمير التحفة ده، وكمان يكون فيها نسبة حليب تكون جوسي معاكي كده مش ناشفة ابدا. قدموها كده بقى على العشاء في الشتاء او قدموها لضيوفكم هتعجبكم جدا. اول حاجة هحضر الكريمة. معايا 5 معالق كبار من الكريم شانتيه الخام، عليهم معلقتين كبار من البستري كريم، معلقتين كبار من السكر والبودرة او العسل. انا ضفت عسل لاني ما عنديش سكر بودرة. كوبايه الا ربع من الميه المتلجه، وهنخفق الكلام ده كله على سرعه عاليه مده ما تقلش من 5 ل6 دقايق لحد ما احس ان الكريمه اتمسكت معانا وبقت ثابته كده على المضرب زي ما انتم شايفين كده. خلاص الكريمه جاهزه والقوام بتاعها تحفه جدا. هحطها بقى في التلاجة. بعد كده معايا طبق ملفيه. انا جبت الطبق المتوسط مش الطبق الكبير، بيكون عباره عن 3 طبقات من الملفيه. هبتدي اكسر كده الملفيه، وانا بكسر الملفيه احاول ان انا ما فتتوش ناعم قوي، يعني يكون التقطيع كده القطع يعني كبيره شويه علشان الطواجن في الاخر ما تكونش معجنه معايا، وانا باكل الطواجن كده احس ان انا باكل حاجه باينه معايا في الاكل ويكون طعمها حلو. كسرت كده الملفيه بالشكل ده، وهجهز بقى معايا الطواجن. وانا بحط الملفيه في الطواجن مملاش الطواجن قوي علشان اعمل حسابي ان انا لسه هضيف لبن ولسه هضيف كريمه. في الاثناء دي بكون مجهزه معايا بقى 1.5 كيلو من اللبن البلدي، هحليهم ب7 معالق كبار من السكر. والسكر الكميه دي بتكون مظبوطه جدا. كل طاجن بقى هياخد 3 مغارف كبار من اللبن. وبعد كده هحط بقى الكريمه اللي جهزتها معايا. كل طاجن برضه احط معلقتين كبار من الكريمه. وبدات بقى هنا ان انا اجلس الكريمه بالمعلقه. حسيت ان المعلقه هتاخد وقت، نقلت الكريمه في كيس تلاجة عادي مش شرط كيس حلواني، وبدات ان انا اوزع بقى الكريمه بالكيس كده على وش الطواجن. والطريقه دي طلعت اسهل واحلى كتير. ومعلقه صغيره بظبط بس شكل الكريمه كده على وش الطاجن، واي كريمه زياده بشيلها كده بالمنديل. وبخلص بقى كل كميه الطواجن معايا بالشكل ده. واذا انت مش حابه تعمليها بالكريمه ممكن وقتها تستبدليها بالقشطه البلدي، يعني كل طاجن هياخد معلقه كبيره من القشطه البلدي. لكن بصراحه هي بالكريمه بتكون احلى واخف كتير. بنشغل الفرن بقى على درجه حراره 180 او درجه حراره وسط. بنشغل الشعله من فوق بس ما بنشغلش من تحت ابدا علشان الطواجن ما تنشفش معانا. بتاخد من ربع لتلت ساعه. اول ما تاخد اللون التحمير الحلو ده بنخرجها بقى من الفرن على طول. بتتقدم بقى وهي دافيه كده. مش عايزه اقول لكم حلوه جدا وبتدفي قوي وكمان جوسي زي ما انتم شايفين. ممكن كمان تعملوها بالمكسرات لكن انا بصراحه بفضلها ساده. جربوها على طريقتي وان شاء الله هتاكلوا احلى طاجن ام علي بالكريمه. حلو جدا. لو عجبتكم بقى الوصفه ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. وبسلام.